الله وبركاته. بيراميدز بيحرج الاهلي بصعوده للنهائي امام صن داونز، وخروج الاهلي امبارح بطريقه مهينه امام صن داونز بعد التعادل 1-1. اتكلمنا على الماتش ده امبارح في فيديو طويل عريض، بس الحقيقه يعني لما اتفرجت على ماتش بيراميدز الحقيقه دي فرقه تحترم. الحقيقه فعلا احرجوا الاهلي امبارح. فريق فاتح لعب، يعني فريق بيلعب لعب مفتوح، بيهاجم، هات فيا جون هجيب فيك جون، ما انا كده انا ههاجمك. هو فعلا يا جماعه خير وسيله للدفاع هي الهجوم. امبارح بيراميدز جه فيه اول جون في دقيقتين، جاب الجون على طول التعادل. جه فيه الجون التاني قام رد عليهم بالتعادل وجاب التالت كمان. ليه؟ فريق شرس، فريق بيهاجم، فريق عنده قوه هجوميه، مع ان الاهلي يعني انت لو تشوف سكواد بيراميدز وسكواد الاهلي الاثنين قريبين قوي من بعض. مع العلم ان انا بحس ان الاهلي، يعني هتقول لي بيراميدز السكواد بتاعه لا، الاهلي سكواده اعلى بكتير. سكواد الاهلي متكامل في الثلاث صفوف، في الدفاع وفي الخط الوسط وفي الهجوم. لكن بيراميدز ممكن تلاقي عنده خط الهجوم بتاعه اقوى شويه من خط الوسط، اقوى شويه من خط الدفاع، لكن انت عندك الثلاث خطوط بيرفكت. بس انت كان يعني هما بقى يعني متفوقين عندنا بحاجه واحده، ان هو المدرب بتاعهم مدرب مجنون طبعا، بيستغل الموقف. يعني ايه؟ يستفيد بالعناصر اللي معاك دي كلها، العناصر الهجوميه دي، بيهاجم بشراسه وسايب لك ملعبي مفتوح، والملعب مفتوح عليا وعليك. هتجيب فيها جون هجيب فيك جون. هو ده اللعب الصح. هاجم، هتجيب جون واثنين وثلاثه، هيخش فيك جون هيخش، بس هتكسب في الاخر. وبكده هو فعلا، يعني انا اتوقع وبكده هو فعلا حرج الاهلي جدا يعني. وانا اتوقع ان بيراميدز هياخد البطوله دي. هتبقى اول بطوله دي، يعني اول بطوله دي افريقيه، واول بطوله دي افريقيه كده، وياخد كاس افريقيا، يعني دوري ابطال افريقيا، فده يعني حاجه جامده جدا. والله الواحد مش عارف يقول ايه. انا طبعا راجل مشجع اهلاوي صميم، حزين من امبارح والله بسبب اللي حصل. يعني حاسس ان المود مقفول واليوم مقفول في كل حاجه، الواحد مش عايز يعمل اي حاجه. بس هنقول ايه، ممكن يكون يعني نقطه بدايه. كان نفسنا نكتب التاريخ امبارح ونصعد النهائي، ويبقى ثالث نهائي على التوالي، وناخد البطوله الثالثه على التوالي، ويبقى ده محدش عملها في التاريخ. بس يلا خير، ان شاء الله يبقى دي نقطه بدايه لرحله جديده ولشكل جديد للاهلي. اتمنى الاداره تعمل تغييراتها بسرعه، عشان نقدر نستفيد بس بالعناصر اللي احنا جايبينها دي. يعني احنا عملنا تغييرات في اللعيبه وغيرنا جلدنا. فكر جديد بقى، محتاجين فكر جديد، محتاجين فكر يشغل الامكانيات اللي عندنا دي. كولر يعني هو الراجل ده يعني ليه كل الاحترام، عمل مع النادي تاريخ ليه لنفسه. كده الاهلي تاريخه موجود من قبل كولر، هو عمل لنفسه تاريخ معانا. بس هو خلاص الشغف عنده قل بقى خلاص. انت محتاج بقى دلوقتي مدرب جعان بقى، مدرب جعان عايز يحقق بطولات، عايز يعمل سي في زي ما كولر جالك في الاول كده ابيض. كولر كان جالك معاه 3 بطولات ولا 4 بطولات، هو خد له 11 بطوله مع الاهلي، فخلاص شبع. تخيل مدرب طول مسيرته التدريبيه دي معاه 3-4 بطولات، اما يجي لك مثلا في 3-4 سنين ياخد معاك 11 بطوله، فده بالنسبه له انجاز، وهيبقى كده بالنسبه له هو عمل اللي ما يتعملش. فهو خلاص بالنسبه له كده هو شكرا، هو شبع. انت محتاج بقى واحد جعان بقى، واحد جعان بطولات، واحد يجي يعني عايز ياكل الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. ان شاء الله اللي جاي هيبقى خير، واتمنى التوفيق طبعا لبيراميدز. اتمنى ان شاء الله تكون البطوله من حقهم. هم فرقه تحترم، فرقه كويسه، فرقه قويه، فرقه متكامله. في الاول وفي الاخر هي فرقه مصريه، اكيد هنشجعها في النهائي. وان شاء الله تكون بطوله اول بطوله افريقيه ليها، وربنا يوفقهم ان شاء الله امام صن داونز. اتمنى لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه.
شكرا. سلام.